تعالى اكلمك عن ادوات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي عملت طفره في تعليم الانجليزي، هتخليك تتعلم انجليزي بشكل اسرع ومجهود اقل مهما كان مستواك في اللغه. في ناس بتشبه العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي واللي هو عصر الذكاء الاصطناعي بفتره التسعينات، واللي تم اكتشاف فيها الانترنت واللي عمل تطور رهيب في العالم. فالعالم بعد وجود الانترنت غير العالم قبل وجود الانترنت، وكذلك دلوقتي الذكاء الاصطناعي عمل طفره في كل حاجه في العالم ومن ضمنها التعليم. فخلينا اكلمك على 5 ادوات بيشتغلوا بالذكاء الصناعي هيخلوك تتعلم انجليزي بشكل اسرع ومجهود اقل مهما كان مستواك في اللغه. والاداه الاخيره حرفيا ما حدش هيقول لك عليها. الاداه الاولى اللي هكلمك عليها يا صديقي اداه حرفيا رهيبه، هتخليك تسمع مش بس الكلمات ولكن السنتنسز والفريزز كمان بضغطه زر واحده. انا فاكر بقى زمان ايام ثانوي كان يدينا مستر عاطف مصبح، ربنا يمسيه بالخير. لو انت بتشوف الفيديو ده يا مستر عاطف فاحب احييك واشكرك واقول لك شكرا جدا على المجهود اللي انت عملته معانا وربنا يجازيك كل خير. المهم مستر عاطف لما كان يحب يسمعنا كلمه كان يجيب لنا قاموس ناطق بدائي جدا بيشتغل بالحجاره، كنا بنتعذب علشان نسمع نطق كلمه واحده. لكن الاداه اللي انا اقول لك عليها دي مجرد ما تجيب الموقع ده وتدخل عليه الكلمه او السنتنس او الفريز يعني التعبير اللي انت عايز تسمعه، هيجيب لك مجموعه من المشاهد من الافلام الامريكيه او المسلسلات او الاغاني بتتقال فيها الجمله دي. كل اللي عليك هتدخل على جوجل وهتكتب getyarn.io فهيجي لك الموقع الرهيب ده، فهتدخل الكلمه لو انت عايز تسمع كلمه او السنتنس لو انت عايز تسمع سنتنس كامله، في ثانيه واحده هيجيب لك مشاهد من الافلام اتقالت فيها السنتنس دي. فعشان ما اطولش عليكم الفيديو خلينا نجربه في سنتنس واحده وهي I don't know. نفرض ان احنا عايزين نسمع I don't know من الافلام ازاي بتتقال زي الاجانب بالظبط، فهنكتب كده I don't know في ثانيه هيجيب لك مشاهد كتير جدا بتقال فيها الفريز ده او السنتنس دي. وكمان ممكن تعمل داونلود من هنا، وده فيه ميزه رهيبه ان انت بتشوف الجمله بفيديو بصوت وصوره، فكمان ممكن تقلد الممثل وتقولها بنفس الانتونيشن بنفس الميوزك بنفس الطريقه اللي اتقالت بيها، فبالتالي هتثبت في عقلك للابد. I don't know. I don't know. I don't know. الاداه اللي انا هكلمك عليها يا صديقي هي موقع Perplexity، والموقع ده ممكن تساله اي سؤال في الانجليش فحرفيا يرد عليك. لكن اهم ميزه فيه هي ميزه الترجمه. انا بعتبره عبقريين الترجمه، بيترجم افضل من اي موقع في العالم، كمان بيترجم افضل من اي مترجم شفته قبل كده، بيترجم كمان افضل من جوجل نفسه، وهثبت لك ده دلوقتي. خلينا نجربه على الفريز بتاع It's not my cup of tea، وده فريز معناه انه لا يروق لي او ليس المفضل بالنسبه لي او لا احبه. هنشوف جوجل يترجمها ازاي وهنشوف موقع Perplexity يترجمها ازاي. فاهو هنجيب بقى جوجل It's not my cup of tea، هنلاقي جوجل ترجمها انه ليس كوب الشاي الخاص بي. شاي يا عم جوجل، ولا شاي ولا قهوه. طبعا ترجمه خاطئه 100%. لكن تعالى ندخل على Perplexity ونكتب له الفريز ده It's not my cup of tea ونكتب قدامها Translate into Arabic. في ثانيه هتطلع لك الترجمه لا يروق لي يعني لا احبه، انه ليس المفضل بالنسبه لي. فميزه الموقع الرهيب ده ان هو بيترجم الفريزز او بيترجم العبارات اللي بيعرفها اهل اللغه بس، اللي هو جوجل طبعا بيترجمها ترجمه حرفيه. كمان الموقع ده ممكن يترجم لك نص قانوني ترجمه احترافيه، ممكن يترجم لك العبارات اللي بيعرفها اهل اللغه بس، او العبارات اللي بتدخل اللغه جديد لغه الشوارع او اللغه العاميه، هتلاقيه طبعا يترجمها بشكل رهيب. الاداه الثالثه يا اصدقائي، الاداه دي حرفيا انا مسميها المدرس الخاص بتاعك. تخيل معاك مدرس 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، ما بيزهقش منك، مجانا ما بياخدش اي فلوس، وبيحل لك مشكله رهيبه جدا معظم متعلمي اللغه الانجليزيه بيعانوا منها. تخيل بقى ان انت كتبت ايميل او باراجراف او محضر كلمه تقولها، ولكن مش عارف الكلام اللي انت كتبته ده صح ولا غلط. بدل ما تروح لمدرس يصححه لك بمنتهى البساطه بتدخل على الموقع واللي هو اسمه كويلبوت، فتقول له من فضلك قول لي الجمله دي صح ولا لا، فيقول لك الجمله دي صح ولا لا، وكمان بيعدل لك الاخطاء. الميزه الرهيبه الثانيه فيه هي ميزه اسمها بارافريز يعني اعاده صياغه. نفرض ان انا كتبت جمله وعايز الجمله دي بصياغه مختلفه، تكتب له الجمله وتقول له بارافريز فيكتب لك الجمله بطريقه ثانيه مختلفه. او انت كتبت باراجراف او خدت باراجراف من على الانترنت وعايز المدرس بتاعك ما يعرفش ان انت جايبه من الانترنت، تاخد الباراجراف ده وتقول له بيست وتقول له بارافريز فيعيد لك صياغه الباراجراف تماما بجمل ثانيه وكلمات ثانيه مع الحفاظ على المعنى. اعتقد دي وظيفه رهيبه مش اي حد يعرف يعملها. تعال بقى نجرب الميزتين دول. هندخل على جوجل هنكتب كويلبوت وهاجي هنا على اليمين واقول ايه جرامر تشيكر، يعني انا عايزك دلوقتي تصحح لي الجرامر بس، واكتب له جمله خطا هنشوفه صححها ولا لا. هقول له كده she avoid to smoke، تعال نشوف كده هصححها ولا لا. هتلاقيه قال لك شوف شد لك خط هنا وقال لك ايه she avoids، حط لك اس لافويس عشان she بنحط اس، وبعدين قال لك smoking لانه فعل avoid لازم يجي بعده فعل زائد ing، يعني مش بس قال لك الخطا فين، ده كمان صلحها لك. هنكتب له جمله ونقول له من فضلك اعملها بارافريز
اكتبها بطريقه تانية. طبعا الجمله دي للتجربه، لكن انت ممكن تستخدمه يعمل لك بارافريز لمقال، يعمل لك بارافريز لقصه، اي حاجه انت عايزها ممكن يعيد لك صيغتها من الناحيه التانية. فانا هكتب له جمله I got to go، يعني انا عايز امشي. بص بقى من الناحيه التانية هعمل لها بارافريز ازاي. I have to leave now. حاجه كده اداه رهيبه، انت اكتب اي حاجه وفي ثانيه هيطلع لك اخطائك. الاداه الرابعه اصدقائي، حرفيا الاداه دي هتحل عندك مشكله رهيبه، مش بس عندك ولكن عند معظم متعلمي اللغه الانجليزيه حول العالم. وهي معظم الناس بتعاني من فكره انا عارف كلمات كتير، عارف الجرامر كتير، لكن لما اجي اتكلم بعطل، مش عارف اتكلم، مش لاقي حد امارس معاه انجليزي، ومش عارف اسافر لانجلش سبيكينج كونتري علشان امارس مع اهل اللغه. وليه بقى تسافر لدوله بتتكلم انجليزي علشان تمارس معاهم، لما انت ممكن تجيب الموقع الرهيب ده وتمارس معاه انجليزي 7 ايام في الاسبوع بدون ملل بدون كلل، وبتعمل معاه براكتس في الوقت اللي انت عايزه. كل عليك تدخل على الموقع على جوجل وتكتب لانجو توك، فبيسالك لغتك الام ايه، واللغه اللي انت عايز تتعلمها ايه، ومستواك ايه في اللغه، واهتماماتك ايه، مهتم بقى مثلا بالريدنج، بالسبورتس، ترافلنج، اي اهتمامات انت عايزها تكتبها. وبعدين بيسالك تختار اسم ليك عشان يمارس معاك، وفي ثانيه بيطلع لك روبوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي يمارس معاك اللغه بشكل مباشر. ولكن عشان تستفيد من الموقع بشكل كامل لازم تدفع اشتراك، ولكنه اشتراك بسيط. لكن شايف الموقع ده رهيب وهيحل لك مشكله رهيبه، وهي مشكله البراكتس او الممارسه. الاداه الخامسه اصدقائي، لو انت عندك مشكله انك مش عارف تكتب باراجراف او بتعاني عشان تلاقي افكار، او كانت مشكلتك في ثانويه عامه انك تكتب باراجراف، فالاداه دي حرفيا اداه رهيبه. كل اللي عليك انك تقول له اسم الموضوع وعدد الفقرات اللي انت عايزها وكمان مستواك، يعني انت عايز الباراجراف ده مستوى مبتدئ ولا متوسط ولا مستوى ادفانسد. كل اللي عليك تحدده وفي ثانيه بيكتب لك باراجراف بمنتهى الدقه، عدد الفقرات اللي انت عايزها بالمستوى اللي انت عايزه. طبعا الموقع ده اسمه تايني واو، تدخل على جوجل تكتب تايني واو وتيجي من هنا تكتب عنوان اللي انت عايزه، ومن هنا تحدد عدد الفقرات، ومن هنا تحدد المستوى بتاع الباراجراف اللي انت عايزه ايه، وتستنى شويه وهيطلع لك باراجراف بمنتهى السرعه مكتوب بشكل احترافي. الاداه الخامسه والاخيره يا جماعه، الاداه دي حرفيا تعتبر كنز في تعليم اللغه الانجليزيه، عشان كده انا خليتها للاخر. وهي موقع مجاني جدا ومشهور جدا اسمه جوجل بارد، والموقع ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وموجود تقريبا في كل البلدان، موجود في كل العالم تقريبا. والموقع ده حرفيا بيجاوبك على اي حاجه انت عايزها في اللغه. عايز تساله عن الجرامر شغال، عايز تقول له رايت شورت ستوري شغال، تساله عن المحادثه برده شغال، تقول له اكتب لي ايميل شغال، تقول له علمني كلمات جديده برده شغال. فتعالى بقى نجربه مع بعض. خلينا الاول نساله ان احنا عايزين يقول لنا 10 كلمات وحطهم لنا في جمل علشان نتدرب عليهم. فاقول له write 10 words in English and give me example sentences. ففي ثانيه يا جماعه جاب لنا ادي الكلمات وادي امثله عليها. الميزه الرهيبه كمان ان هو ممكن ينطقها لك، يعني مش بس بقى هيدي لك جمله، لا ده هو هينطقها لك عشان تتدرب على النطق كمان. طيب جميل، نفرض ان احنا عايزين نتدرب على الجرامر، عايز اقول له مثلا اديني 10 جمل على البريزنت سمبل، فاقول له give me 10 sentences using the present simple. شايفين يا جماعه في ثانيه هتجيب لنا 10 جمل بيستخدم فيهم present simple. ممكن اقول له كمان اشرح لي ال present simple، فاقول له explain the present simple to me. طيب نفرض بقى ان احنا عايزين نتدرب على المحادثه، فهقول له اكتب لي محادثه بين شخصين موجودين في البنك عشان نتدرب بقى على الكلمات اللي لها علاقه بالبنك. فاقول له ايه write a chat between two people at the bank. في ثانيه يا جماعه بيجيب لك المحادثه كانها حرفيا حصلت في البنك، وفيها مفردات وكلمات لها علاقه بالبنك وكمان ممكن تسمعها. طيب نفرض ان انا عايز اتدرب على النطق، عايز اتدرب على الفرق بين حرف البي والبي، فاقول له كده اديني جمله فيها حرف البي والبي كتير جدا، فاقول له write 5 sentences that have letters P and B as many as possible. في ثانية هيجيب لك 5 جمل فيهم حرف ال P وال B فتقدر تتدرب عليهم، وكمان ممكن تخليه ينطقهم لك. طيب نيجي بقى للميزة الرهيبة بقى. نفرض ان انا عايز الرايتنج، افضل ما يميز الموقع ده هو الرايتنج. عايز اكتب ايميل لمديري في الشغل، اقول له ان انا هسيب الشغل علشان لقيت فرصة افضل. بمنتهى البساطة هقول له write an email to my boss telling him that I'm gonna quit because I got a better chance. في ثانية هيطلع لك ايميل احترافي. صدقني لو شافوا مديرك في الشغل هيقول لك لا خلاص مش هرفدك، ده انت جامد في الانجليزي. تمام؟ وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا كل الادوات اللي هي هتساعدك انك تتكلم انجليزي بمنتهى السرعة باقل مجهود ممكن. و thank you for watching guys. I'll see you next video.